سلسله ال 100 جنيه جاي لك بقى بسلسله ال 35، اتنين كفته ومعاهم رز ومعاهم صوص ب 35 جنيه، نعلى شويه ربع فرخه مشويه ورز، كل ده ب 68 جنيه. ننزل نعلى شويه نحط معاهم بقى سبع كفته يبقى 75 جنيه، ربع الفرخه والرز ومعاهم برضو الصوص الحار، وفي بقى وجبه ثانيه ب 48، ثلاث قطع ستريبس ومعاهم رز 48. كل ده من كبسه سعودي في شارع سعيد، اول شارع سعيد على طول. ويلا عشان تدخل. ده شكل التغليف بتاع الوجبتين ب 35. معانا صوص توميه وصوص طماطم وصباعين كفته ورز 35. وده حجم الكفته. يا ترى بقى ايه ده حجم الكفته ام 35 مع الرز بقى، ونشوف الطعم كده. لحد دلوقتي فهو ممتاز. بسم الله. كفته بصراحه ربنا مقابل السعر بتاعتها ممتازه. الرز بس اللي محتاج يستوي شويه، يعني شويه مش مستوي احسن حاجه. ده بالنسبه للوجبه الاولانيه. معانا بقى الوجبه الثانيه، الورك مع الرز مع برضو التوميه وسلطه الطماطم، عامل 68 جنيه. تمام. هندوق مش هندوق دلوقتي، نركن كده وناخد دي معانا. معانا هنا كده بقى ايه الورك صباع الكفته مع برضو نفس السلطات، عامل 75 جنيه. فانت لو عايز تاكل ورك 68 والرز هتزود صباع كفته يبقى ايه 75 جنيه. بس الورك ده اكبر من الورك ده، فانا لو من رايي انت تشتري الوجبه دي هتبقى اوفر لك من الورك ده. نقول بسم الله. نطلع كده نشوف الفراخ دي مستويه ولا ايه. هي بتشد شويه كده بس يعني ايه مش مهم. بسم الله. الفراخ بسم الله ما شاء الله التتبيله بتاعتها كويسه جدا. واحلى حاجه الفراخ دايبه. واحلى حاجه بقى في الموضوع ان انا جايب الحاجه دي بقى لها فتره ولسه سخن، الفراخ مولعه قوي، والكفته هي اللي هنا، والرز للاسف زي بقيه الدنيا وحش. نجرب بقى ايه التوميه كده. بسم الله. الفراخ مع الصوص الطماطم جامده، والكفته مع التوميه. جرب ده مع ده هتلاقي الطعم اختلف جامد وفي فرق. ودي كانت تجربتنا. وطبعا اللي بيشجع الاهلي يعمل لايك ويعمل كومنت، اللي بيشجع الزمالك يعمل فولو. ماشي. مع السلامه.